الزمالك يوقع عقد ريال مدريد في منتصف فبراير، يعني اقترب نادي الزمالك من ابرام الاتفاق النهائي مع مسؤولي نادي ريال مدريد الاسباني لخوض مباراة ودية في احدى شهري مايو او يونيو، حيث علمنا ان مسؤولي دار المعارف، ونحن على اتصال مباشر معهم بصفة مستمرة، والاستاذ اسماعيل منتصر رئيس مجلس ادارة دار المعارف استاذنا الكبير، انه قد يتوصل إلى اتفاق رسمي قريبا جدا، وسنوافيكم بالتفاصيل، والأقرب أنه سيتم الإعلان عن ذلك يعني في منتصف شهر فبراير القادم. طيب أنا عايز أضيف حاجة يا أستاذ ناصر على الموضوع دوت. اتفضل. أنا عايز أقول هنا إن نادي ريال مدريد مش جاي. ماشي محمد القاضي أنا عارفه يا جماعة. لا أنا بقول لك نادي ريال مدريد مش جاي، بس أنا مش هقول لك السبب النهارده إيه. غير ال 2 مليون يورو؟ لا مش فلوس. سبب الاهلي في الموضوع. هو لا انا مش هقول لك السبب، بس انا بقول لك النادي ريال مدريد لا لازم تقول السبب. ما هو انا بقول لك نادي ريال مدريد ما هو مش جاي. في سببين. في كلام بيتقال ان الاهلي تدخل، الله اعلم بهذا الموضوع. ماشي انا هقول لك على حاجه. هو اذا كان الوفد هيسافر لاسبانيا علشان خاطر يتفاوض مع نادي ريال مدريد ان هو يجي في المئويه في شهر 6، في حاجه ثانيه ان نادي اسبانيول الاسباني هو اللي عرض يشارك في مئويه الزمالك بمقابل 150,000 يورو. خلي بالك انت شوف الفرق بس من المبلغين ماشي. وانت ممكن تعمل احتفالات المئويه. بس ده ريال مدريد وده اسبانيول. لا ما انت ممكن تعمل في المئويه 3-4 ماتشات. ما انت كنت متوقع انت تجيب نادي مازيمبي الكونغولي، كان هيبقى برضه طرف من اطراف المئويه، وفي نادي روسي وحاجات كتيره. قالوا هيعملوا اكتر من ماتش ودي. فانت قصدي الماتش ده نادي اسبانيول بكامل نجومه كان هيجي لك ب 150,000 يورو، وانت اللي قلت ما فيش فلوس. هتروح تجيب ريال مدريد وتدفع 2 مليون يورو يعني بمساعده دار المعارف مشكوره. انا بقول لك لا، هو نادي ريال مدريد مش جاي اساسا. واللي هيجي يلعب في يعني مش عايز اقول لك في مئويه الزمالك، اللي هيجي يلعب مع الزمالك في شهر 6 نادي عربي. على مسؤوليتك وهسجل الكلام ده. بس نرجع في شهر 6 تاني بالفيديو. الزمالك يكرم زويل ومجدي يعقوب في احتفالات المئوية. قررت لجنة المئوية برئاسة شيرين فوزي تكريم العالم المصري أحمد زويل والمشهور بانتمائه للزمالك، وأيضا الجراح العالمي مجدي يعقوب، خلال حفل تكريم الرموز في إطار احتفالات